أنا طالب الرضا. رضا مات. ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ هنتكلم في الفيديو ده على فيلم الدشاش. الفيلم بيحكي عن الدشاش اللي هو محمد سعد، راجل غني عنده كباريه وبيشتغل في عمليات اجراميه وعنده عداوات مع ناس كتير، بالاخص فهد اللي هو باسم سمره. بس فجاه كده بتحصل له ازمه بتخليه يعيد حساباته كلها ويقرر يتوب ويرجع لربنا. تعالى كده نتكلم عن الفيلم ده من وجهه نظرين مختلفتين. اول وجهه نظر ان ده فيلم محمد سعد، ممثل ناس كتير جدا بتحبه وانا واحد منهم. انا كنت مستني الفيلم ده بس عشان محمد سعد، عشان انا كنت عايز اشوف محمد سعد بشكل مختلف، خصوصا من بعد دوره في الكنز. واللي اهم من كده ان انا كنت عايز اشوف فيلم محمد سعد، لان هو تقريبا ده اول فيلم ليه من 2019، واول فيلم كان ممكن يبقى حلو من بدري جدا. الراجل ده تقريبا بقى له 10 سنين، حتى قبل 2019 افلامه ما كانتش قد كده خالص. فبعد غياب 5 سنين وافلامه اللي قبلها اللي ما كانتش قد كده، وفي نفس الوقت ان الفيلم ده تغيير ودور مختلف جدا بالنسبه له في الحته دي. الفيلم حلو، الفيلم فعلا حلو جدا، وفعلا يعتبر عوده قويه لمحمد سعد، او على الاقل خطوه حلوه في الاتجاه الصحيح ليه. وطبعا اداؤه للدور كان حلو جدا، برده مش زي اداؤه في فيلم الكنز، بس كاداء درامي فعلا كان عامله حلو جدا، وكان ليه شويه مشاهد دراميه فعلا كانت معموله بشكل قوي، يعني عارف علت من الفيلم قوي. اداؤه كان نوعا ما اصلا بيوصل في اوقات كتير ان هو تحسه احلى من الفيلم نفسه. وفي نفس الوقت بالنسبه للمخرج سامح عبد العزيز اللي عمل افلام في الفترات الاخيره زي تماسيح النيل والملكه، برده الفيلم ده يعتبر خطوه في اتجاه مظبوط ليه، او وتطور ليه على الاقل. وكمان برده الفيلم في بعض اللقطات الكوميديه اللي بتوريك ان محمد سعد يحس الكوميدي لسه موجود برده، وفعلا يعني القاعده كنت فيها كانت مندمجه مع الفيلم، كانت عماله تضحك على المشاهد الكوميديه حتى لو هي ما كانتش طالعه بغرض كوميدي قوي يعني. وفي النهايه الناس سقفت، كانوا مبسوطين جدا من الفيلم. بالنسبه لمحمد سعد فعلا الفيلم ده حلو جدا، واللي هيشوف الفيلم ده عشان خاطر هو بيحب محمد سعد هينبسط جدا من الفيلم ده ومن التغيير اللي هو عامله في الفيلم كفيلم. بقى سيبك بقى دلوقتي محمد سعد، وجهه نظر الثانيه بقى، سيبك بقى دلوقتي من ان الفيلم ده بطوله محمد سعد. يعني مثلا تخيل الفيلم ده بطوله اي ممثل بيعمل افلام حلوه اصلا، مش محتاج عوده قويه او حاجه، او كفيلم عموما. يعني انسى بقى ان ده محمد سعد الممثل اللي انت بتحبه والكلام ده كله. هل الفيلم حلو؟ لا، الفيلم عادي جدا، وفي بعض الاوقات اقل من العادي. يعني اول حاجه الفيلم مأفور، في افوار في حاجات كتير جدا في الفيلم، حتى التمثيل. يعني انا بقول لك اداء محمد سعد كان حلو جدا، وفعلا اداؤه ده على الفيلم، وفعلا كان احسن حاجه في الفيلم، ومش شرط يكون هو السبب فيها، ممكن ده يكون توجيه المخرج، بس كان في سنه افوار. الاخراج كان في سنه افوره برضه، الموسيقى اللي موجوده على طول، والموسيقى الحزينه اللي بتيجي عشان تحس عايزه تعيطك كده وخلاص في بعض المشاهد. وعارف الافكتات اللي بتحصل، هو لازم لما حد يجي يقول معلومه معينه مفاجاه، او مثلا حد يزعق فتلاقي فيه حته موسيقى تخض كده جت فجاه، عارف عشان يعني قال يعني توريك قد ايه فعلا الشخص ده اتفاجئ او اتصدم بحاجه معينه. يعني عارف اللي هو تحسه اخراج قديم شويه، جاي في فيلم قديم. وعموما الفيلم كله تحسه فيلم قديم، تحس الفيلم ده عارف فيلم من 2008 2007 مثلا. حتى قصه الفيلم برده فيها نفس الحوارات فيها برده افواره واضحه، بالذات الحوارات بتاعت محمد سعد، ومش عشان هو الحوارات الوحيد الاوفر، او عشان هو يعني هو البطل فهو المتصدر الفيلم كله. فلما مثلا بيجي يتخانق مع حد، او يعني في مشهد معين عايز يعرفك قد ايه الراجل ده قوي، قد ايه الراجل ده شرير، قد ايه الراجل ده ليه سلطه على الناس اللي شغال عليهم، قد ايه الراجل ده مثلا مش همه حاجه او مش همه حد، فبتلجأ لحوارات برضه حوارات قديمه وتحسها برضه اوفر شويتين. طبعا برضه ده غير ان القصه تقليديه جدا زي ما قلت لك، يعني تحسها قصه فيلم مصري قديم، وهي فعلا عارف قصه فيلم مصري بنفس كليشيهات الافلام المصريه، وده كان مخليك صعب قوي ان انت تتفاجئ بالتويستات اللي بتحصل في الفيلم. وبالنسبه لحته التويستات دي، يعني في بعض التويستس المعموله هي معموله لغرض انها تكون بلوت تويست. سيبك من التويست الرئيسيه اللي في القصه، يعني مش هحرقها يعني عشان خاطر الناس اللي ما بتفرجش على الفيلم، سيبك من التويست الرئيسيه اللي في القصه مع انها واضحه جدا. بس حتى التويست دي لما بتيجي نوعا ما، عارف التويست اللي لما بتحصل بتلغي الحاجات اللي حصلت قبلها، او يعني عارف لما مثلا الفيلم يخش في مرحله دراميه معينه تمام، وفي تويست تحصل في النص بعدها، دي بقى تويست الرسائل الاولى، تلاقي وتكتشف ان التويست دي بعدها كل المراحل الدراميه اللي قبل كده شبه اتلغت، او مشاهد دراميه كتير حصلت قبلها تحس انها ملهاش لازمه. التاثر اللي انت اتاثرته ده كان على الفاضي، بس مش مهم. دي الفكره بقى ان بعد كده يعني في تويستات بتعرفها على الكاركترز نفسهم اللي في الفيلم، اللي ايه لازمه ان الشخص الفلاني يبقى مشترك في الحركه دي، في العمله اللي عملوها دي. يعني مش فكره التويست نفسها، فكره الناس اللي مشتركين في الموضوع ده مثلا، ويحط لك كده باك ستوري صغيره عشان خاطر يبرر لك وجود التويست اللي هي معموله غرض انها تكون بلوت تويست عشان خاطر تتفاجئ منها وخلاص. ده غير بقى اصلا القصه تحس انها متكروته. سيبك بقى من ان القصه فيها ثغرات او القصه مش منطقيه، يعني في كده بعض الاحداث مش منطقيه، وبرده اللي هي فيها سنه افوار اللي انت المفروض تقتنع بيه عشان خاطر تكمل الفيلم من الاخر. يعني زي مثلا كده في معلومه بيعرفها محمد سعد في نص الفيلم شويه وبيتفاجئ، ويعني عشان تطلع لك افكت درامي، يعني انت كمشاهد قاعد بتتفرج كانك كده بتقول له، يعني انت ما فهمتهاش من ساعتها، يعني خلاص من ساعه ما من البدايه انت ما
فهمتش او ما عرفتش المعلومه دي الخاصه بالناس اللي كان يعرفهم كلهم، يعني انت ما كنتش لسه ربطت الحته دي بالاحداث اللي حصلت من قبل كده وهي جايه عشان تتاثر او تتصدم وخلاص. بس ما علينا من كل ده خالص. يعني القصه فعلا نفسها تحسها مكروته في الاول. يعني في البدايه اول حاجه قصه العداوه اللي ما بين باسم سمره ومحمد سعد، انا حاسس ان انا كنت عايز افهمها اكتر من كده. يعني عايزين نشوف باك ستوري اكتر من كده للقصه دي بالتحديد، ايه اللي ودى العداوه اللي ما بينهم، خصوصا ان هم المفروض هم كانوا اصحاب قبل كده، فان هم كانوا يعرفوا بعض كويس. انما لا، يعني هي جايه برضه بتتقال كده في النص وخلاص. وحاجه برضه تانية كده، يعني الفيلم طول قوي في البدايه في حته معينه، وانت بتشوف في الدشاش هو نوعا ما بيحاول يتوب يرجع لربنا وعمال يصلي في المسجد، وبتاخد بعض الفلاش باكس عن حياته كانت عامله ازاي قبل الازمه بقى اللي حصلت له والكلام ده كله. انا حاسس كنت عايز اشوف مشاهد اكتر لحياته القديمه، او اللي هو ايه اللي خلاه يوصل للحياه اللي هو كان عايشها قبل بقى الازمه. يعني قبل الازمه اصلا اقصد، لانه كان جايب لك فلاش باكس ليه وهو صغير من ساعه ما كان عيل صغير كده، بس تحسه كده ماشي بيجيب استريا كده على طول عشان يعني يفهمك بس يديك خلفيه ليه وخلاص. يعني انا كنت حاسس ان كانت ممكن مشاهد من دي تزيد عن كده اكتر. كنت عايز اشوف مشاهد اكتر في حياته وهو برده قبل الازمه، اشوفه وهو بيخش عمليه من العمليات اللي بيعملها، ان هو طالع ان هو مش بس عنده كبرياء، لا هو طالع ان هو مجرم بيشترك في عمليات وبتاع. فكنت عايز اشوف ده. انت ما شفتوش اي مشهد من ده، انت كل مشهد بتشوفه مع مراته، بتشوفه في الكباريه، بتشوفه بيعامل عيلته ازاي، بيعامل الناس يعرفهم ازاي. دخلني في حته اكشن شويه، طبعا ده غير الاكشن المصري الحلو قوي اللي معروفين بيه، ده الاكشن المبالغ فيه. بس يعني مش مهم، انت كده كده مش داخل تتفرج على الفيلم ده عشان خاطر الاكشن، انت داخل تتفرج عشان محمد سعد. اصلا كتمثيل هو تقريبا مش حد غير محمد سعد. يعني اقول لك على حاجه، نبدا بايه؟ تعال كده نبدا من اقل الناس ظهورا. زينه مثلا وجودها في الفيلم ده، هي ما تعملش حاجه في القصه، هي موجوده بس عشان تطلع بعض المشاهد الكوميديه ما بينهم وبين محمد سعد. وفعلا كانت مشاهد مع بعض كانت حلوه، بس هي ما بتلعبش اي دور في القصه خالص، لا رئيسي ولا فرعي. ويمكن فعلا هي يكون اكتر حد في الفيلم حسيت ان في كيمياء بينهم وبين محمد سعد. يمكن يكون عشان طلعوا مع بعض قبل كده في فيلم بوشكاش مثلا، بس يعني هو مشاهدهم كانت حلوه بس ما بتاثرش في القصه. نسرين طافش تقريبا ما بتمثلش اصلا. نسرين امين ومريم الجندي عادي بالنسبه للمكتوب لهم يعني. باسم سمره ده اللي انا اتفاجئت منه، مع ان الراجل ده دايما بيطلع بيسرق الاضواء من البطل اصلا. هو دايما بيطلع، انت لما بتدخل فيلم فيه باسم سمره وهو مش بطل، او تتفرج على مسلسل حتى لو باسم سمره مش هو بطل فيه، في الاغلب هو اللي هيسرق الاضواء، هتفتكره هو مش هتفتكر البطل. لا بالعكس، هو في الفيلم ده حلو طبعا مش وحش، بس عادي يعني انت فاكر محمد سعد. وده يعني ان دل على حاجه ده يدل على موهبه محمد سعد وعلى الكاريزما بتاعته. وخالد الصاوي برده كان برده كويس. يعني هو الممثلين كلهم مش عايز اقول كان كيف حد وحش، بس كانوا كلهم عادي. يعني فاهم قصدي؟ يعني هو الدور ما فيهوش اي حاجه، لان القصه الرئيسيه هي ماشيه مع محمد سعد، وباسم سمره يعتبر هو البطل الرئيسي اللي بعديه عشان هو الفيلن اللي في القصه دي، او الفيلن الرئيسي اللي في القصه دي. الممثل الوحيد اللي فعلا كان حلو بجد في الفيلم مع محمد سعد كان الفنان رشوان توفيق. كانت مشاهده حلوه وكانت من احسن مشاهد الفيلم، ودي شخصيه كنت عايز تظهر اكتر من كده. يعني انا حاسس الشخصيه دي لو كانت ظهرت اكتر من كده في الفيلم، او شفته في النص الثاني اكتر مع محمد سعد، بالذات بعد التغير اللي حصل محمد سعد ولما بيكتشف الحقيقه وبيرجع تاني وبتاع، حاسس ان دي الشخصيه ممكن تظهر يعلوا بيها درامه الفيلم اكتر من كده. خصوصا ان فعلا قصه الفيلم هي تقليديه بس طبعا برضه تحاول توصل لك رسائل وبتاع، فتحس ان هي كانت ممكن توصل بشكل احسن كده بكتير. لان القصه متكروته انها توصل الرسائل دي، ونوعا ما تحس ان العناصر كانت موجوده. وبقى مش عايز اقول لك ان الفيلم مثلا كان قصير ما يكفيش احداث، لا الفيلم ده 2 ل5 دقائق تقريبا، والمده كانت تكفي ان انت تعمل قصه احسن من كده، او على يعني القصه الموجوده دي كان ممكن تستغل تدار بشكل احسن من كده. اول حاجه مشاهد زينه دي زي ما قلت لك مش لازمه في القصه، ما بتعملش اي حاجه فيها، ودي خدت الوقت برده مش قليل قوي من الفيلم. يعني شخصيه زي شخصيه رشوان توفيق دي كان مثلا كانت ممكن فعلا تظهر، كانت هتساعد في البناء الدرامي في الفيلم. من الاخر السيناريو او الاحداث كانت ممكن تتكتب بشكل احسن من كده بكتير. سيبك من القصه بقى نفسها، السيناريو خط سير الاحداث لا كان ممكن يكون اعلى من كده بكتير جدا. انما في الاخر انت جاي بفيلم بيحاول يوصل رسائل، بس القصه بتاعته سطحيه الى حد كبير. يعني ما تطلعش بره ليفل السطحيه او تخش في سن تعمق الا بسيط قوي، في مشاهد قليله قوي. والمشاهد دي السبب اللي بيخليها حلو هو اداء محمد سعد. الخلاصه فيلم الدشاش هو عوده قويه لمحمد سعد كتمثيل. هو بالظبط هو فيلم اللي محمد سعد يطلع يفرد عضلاته فيه، يبين لك قد ايه فعلا انه ممثل حلو، وانه فعلا بجد بيعرف يمثل درامي بشكل حلو جدا. وانه لو ركز اكتر على الادوار التراجيديه دي وبعد شويه عن الكوميديا فعلا هيطلع فعلا افلام حلوه. يعني انا على فكره بعد كل اللي قلته ده ما ضايقتش من الفيلم. يعني شوف تخيل بعد كل العيوب اللي انا قلتها دي انا فعلا ما ضايقتش من الفيلم. ليه؟ بسبب هو فقط، بسبب محمد سعد. ويمكن برضه عشان انا ما كنت متوقع كده. انا بصراحه ما كنتش مستني الفيلم ده الا عشان محمد سعد. يعني انا كنت عارف الفيلم نفسه مش هيبقى قد كده، واصلا انا الاعلان بتاع الفيلم انا فاكر لما شفته يعني انا حسيت الفيلم هيبقى اوفر. انا نوعا ما العيوب اللي قلتها دي حسيت انها موجوده في الفيلم، بس اللي بيحلل لك الكلام ده كله هو اداء محمد سعد. وان القصه برضه يعني زي ما قلت لك هي مش حلوه بس يعني مش سيئه، يعني شغال. عارف فيلم كده تقعد كده تتفرج عليه وهتنساه بعد على طول، بس يعني لذيذ. بس السبب الاساسي اللي يخليك فعلا تروح تتفرج على الفيلم ده هو محمد سعد. بالنسبه لي انا مفيش اي سبب تاني غير ده، وهديله 6 من 10. المهم انت شفت الفيلم ولا لسه؟ شفتوه؟ اكتبوا لكم في الكومنتات. لو ما شفتوش روحوا شوفوا الفيلم واكتبوا لكم في الكومنتات. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وشغلوا زرار الجرس عشان يجيلكم كل جديد. اشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله، وسلام.